ديفل ماي كراي من احسن العاب شركه كابكوم، ونتذكر اني لعبت الجزء الثالث كبدايه لسلسله، بعدين الجزء الرابع والجزء اللي بعد الرابع اللي يطلع اغبى شيء داروه، مع ان الجيم بلاي بتاعه كويس لكن كقصه وما يشدكش ومفروض يرتمى داروه، حتى اسمها كان غبي اصلا، اسمها دي ام سي ديفل ماي كراي اللي هي ديفل ماي كراي ديفل ماي كراي. المهم كابكوم رقدت زي نينيه، لكن هم طلعت اللونج اويتد الجزء الخامس هذا، والحقيقه الجزء هذا كان رائع جدا وممتاز. طبعا اول حاجه القصه متاع اللعبه والسلسله هي كلها يعني مع بعضها نقدر نختصرها بكلمتين: مشاكل عائلية، family issues, daddy issues, sibling issues, you name it. طبعا من غير حرق القصة لنا فيها هلبها مفاجآت في الجزء هذا. في شخصية رئيسية اللي هو دانتي قاعد وموجود في الجزء هذا، لكن كبداية حتلعب بنيرو، والشخصية جديدة اسمها في، حنسموه كريس انجل فور ناو. المهم بتاع سحر وكلام عميق. اسمع I'm not judging، لكن شكله متاع شخص يشدوه الردع لو شافوه في الكوميكون. في ايضا شخصيه جديده نيكو نيكو مش هذاك انت جديها هاي في. المهم النيكو هذه عندها باص تسوق بيه وتطلع بيه في الدغاريق واماكن عشوائيه. ساعد في نيرو باش يقوي يدير ابجريد للاسلحه بتاعه، وهو اصلا نيرو يستخدم في اليد البيونيك بتاعه، لان كيف ما تعرفوا يدها مقطع شبيب مسكين شبوب زي الورد. المهم الاسلحه بتاع نيرو عنده السيف الكوين سورد، والحق السيف هذا نفخ شويه ومش ساتسفاينج لان ديما يبي شحن احرف من موبايلي. عند البيونيك ارم والسايبورغ ارم هذه ويقدر يركب لها انواع تانية وكل واحدة بالضربة متاعها. يس. لكن المهم كل سلاح تقويه في اللعبة حيغير طريقة الكامبوز وحتحصل جو مش ممل في الطريق. بعد شوية مهمات اللي قدام حتلعب بكريس انجل هذا شخصية جديدة في اليونيفرس تاع اللعبة هذه، لكن تو تفهم علاش بالضبط بعدين وكيف جاء ومن هو بالضبط. المهم هذا بالنسبة لي أنا أحسن وأسهل شخصية فوق ضرب وفوق ستايل تاع الضرب هماري تيوم على اليمين، في سما يتمكسوا وتحس روحكم داير إنجاز. هو أصلا كريس أنجل هذا ما يضربش، يقضي في حاجته فقط. نقصد السلاح متاعه عنده الفهد شادو هذا متاع دافت بانك، وعنده الديفل تريجر متاعه النايت مير، شخص ضخم يطلع من العدم ويقعد يهبك وتقدر تركب عليه وتهبك به. وأيضا نسر أو جريفن كأنه المسدس متاعه. وحتى الديالوج متاع الطاير هذا ممكن احسن شخصيه لان بجدياته لا الديالوج سكريبت في اللعبه تشيزي وكرنجي ومعاش تعرفه موجه لاما فئه عمريه بالضبط، مره للكبار ومره للصغار ما بين. For a second there I thought you were gonna shish kebab me. دانتي احسن حاجه فيه السنس اوف هيومر، لكن مع شويه تغيير في شكله في الجزء هذا، ومؤدي الصوت متاعه ما فيش الا تتعود عليه وتتعوذ منه، سنس انه هو نص هديم من نص انسان يعني. اسلحته هلبة وكومبواته مليحه جدا، عنده ستايلز متاعه كل واحده تدير في تريك معينه، وكل ما تقويهم اكثر بالعمله متاع اللعبه اللي هي الريد اوربز تقدر تزيد قوتك وحركاتك اكثر تولي. وشكله واحد من الديفلوبرز مشى للبوس تاع الشركه وقال له اسمع عندي فكره، يلا شن رايك نديرو موطو لدانتي يتحول لي سيف. البوس جو قال له هذه اغبى فكره نسمعها ما لهاش حل دير. وها حقها في شويه شمونه. المهم هاندز داون دانتي شخصية مليحة اللعبة،
طبعا هما شخصيات ثلاثة مهمتهم انهم يمشوا يقضوا على الكينج بتاع الاندر وورلد، فالمهم القصة تتشقعب وتركب وتنزل، وديما في شهر 6 يوم 15، والوقت بس يتغير. قصدي ما فهمتش تبي تقول ان هذا كله صار في يوم واحد؟ يعني في شوية تحيات او تانتس تقدر تديرهم، وفي حاجة سعرها 3 مليون ريد اورب، تبي هلبا جرايند وهلبا وقت باش تحصلهم، لكن انا حصلتهم. خلينا نقول لكم انها مش وورث بوك، مش مرضية نهائيا للاسف. هو اللعبة تعطيك هلبا حاجات حق خلال اللعبة بتاعك، وما فيش هذيك الصعوبة في التلقيط، لكن صعوبة اللعبة بتاع الديفيكولتي تعتمد على انت شنو تختار في البداية بس. الساوند تراكس في اللعبة في الموسيقى كويسة، فيها جو، في لقطة مليحة انك تقدر تغير الموسيقى في وسط اللعبة مثل الاجزاء القديمة لو ما مشيتش معك بتاع الجزء هو، وفي كونسبت ارت وفي فيجرز تقدر تقراهم وتطلع عليهم اللي يبي واللي مهتم بالموضوع. الحاجات اللي ما عجبونيش في الجزء هو مش هلبة هم، لكن ضروري نذكرهم. اول حاجه الخرائط ومراحل صغار ويدوخوا هلبة، ما تعرفش انت وين قاعد فعليا، لان ما فيش ميني ماب وما تعرفش شنو هو اصلا المكان اللي تدور فيه قاعد حاليا، مش فاهم اصلا انت شنو القوقعه اللي قاعد فيها. الحاجه الثانيه ان القصه تتحسن في الربع الاخير من اللعبه، واللي في البدايه الحق لا اكترث له. يعني نعرف انه بيلد اب الستوري، لكن الحق في حاجات كانت ممله بعض الشيء من الناحيه هذه. الحاجه الثالثه هيك استغربت شويه ان ما فيش بازلز الغاز وحاجات يعني متنوعه من غير السايد ميشنز تلقاهم مره السيكرت ميشنز هذوك. الشيء الاخر لقطه المكان يتسكر والاعداء لازم تكملهم باش تمشي المكان اللي بعده، حسيتها شويه انوينج هيك وتشيب، حسيتها مش عارف شنو شعوري تجاه اللقطه هذه. هي اصلا اللعبه كلها السلسله مبنيه على اللقطه ان المكان يتسكر حواليك وما تقدرش تطلع منها الا لما تكمل الموضوع هو. لكن حسيتها في جزء هو زي اللي ركزوا عليها بالموضوع هذا، حسيتها اللقطه هيك مش افيشنت هيك باش تندار، يعني يا ريت يعني طلعوا بفكره جديده يعني. لكن مع هذا كله انا ساتسفايد، واعتقد انكم لازم تجربوها. اللعبه هذه فيها بوس فايتس ملاح وفيها اعداء هلبة، يعني صانعين اكثر من عدو ومودلز وهيك، فواضح ان في مجهود بدوه في الموضوع هذا. بالنسبه لتقييمي للعبه ديفل ماي كراي 5 صعب شوية، لكن بعد تفكير عميق وقبل جيت نعطيها الحق 9 من 10. لكن هي الحق مش بيرفكت جيم، يعني فيها هلبة حاجات ما اندرتش، والنهاية كانت تقدر تكون خير من المتوقع كان بيصير. اي نعم ان فيها هلبة حاجات متوقعتهاش الحق وفاجأتني، لكن مش نيرلي بيرفكت جيم الحق. مازال الكرز ما نحطش على الكيك. هي اللعبة قوية لكن تقدر تكون ابداعية وخارقة لو خدوا شوية مجازفات بس. المهم هذا رأيي انا، هل تتفق معي او لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس. شكرا على المشاهدة، ان شاء الله عجبكم الريفيو، ونلتقي في فيديو جاي. بيس.